الاجواء منيحه يعني، عم تمرن صبح ومساء. بكره الاربعاء عنا بس مساء لانه شوي في تعب. بنرجع الخميس المساء، الخميس مرتين سوري. بنرجع الجمعه المساء، السبت المساء، يعني بنخفف شوي لانه ضغطناهم منيح هالكم يوم. الشباب كلهم موجودين كتر خير الله. اصابات صغيره بس ما عم تمنع حدا يشارك. هابو كان منصاب لحد امبارح عشيه لشارك، اليوم شارك بالتمرينتين. الشباب البقيه موجودين. اصابه صغيره عند تيفو بالركبه، اصابه صغيره عند بلال، بس كلهم موجودين بالتمرين. بدنا نقول لهم يكونوا صبورين. بدنا نقول لهم انه الجيمز منهم هينين. يعني فريق الجيش بالابجريد اللي عملوا باللاعبين شقل كثير مستوى. راح يكونوا الجيمز صعبين علينا وعلى الجيش، وهذا شيء اكيد متوقع لانه الفرقه بتروح على الفاينل فور بيكون مستواها متقارب. ان شاء الله اكيد مع دعم الجمهور نقدر نعمل الفرق وناخذ اول جيم. بصير البريشر كثير على فريق الجيش بجيم 2، وان شاء الله ما بنعتز جيم 3. مرحلة الكأس عدينا فيها بالخسارة مع النوعية من نص نهائي. إن شاء الله فريقنا بتجاوزها وقادر على هذا الشيء. فريقنا عم بتحضر بكل قوة. محترفنا الجديد دي ماركوس هلا هو تحت التجربة. كوتش غسان هو بيقرر إذا بده يبدل بينه وبين فيكتور. فريقنا متعود على الضغوطات، وباذن الله نحن اخذين ادفانتج نلعب بحلب، وباذن الله ما حدا بحلب بيحسب انتصر علينا. هذا الادفانتج لازم نستغله، وجمهورنا بده يكون سند كثير 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 لنا، وصعب حدا يتجاوزنا بحلب. وان شاء الله وتعالى نحن بالنهائي وبناخذ نتوج بال21 باذن الله بدعم الجميع ان شاء الله. شكرا كثير لكم ولصفحتكم. اكيد ليك جيم 1 رح يكون جيم كثير كبير. الجمهور اوريدي بلش يحضر من هلا يعني، وصراحه وين ما كان الجمهور عم بيحكي بالجيم. نحن ما قدرنا نتوفق بالكاس. مبروك لنادي الجيش اكيد. بس لا ان شاء الله اذا الله راد عم نتحضر